صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى من مطبخ تعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهارده الصابون البلدي، حاجه كده سهله وموجوده في البيت وكنا بنرميها كلنا، بالزيت اللي انت مستعملاه، زيت قاليه في سمك، قاليه في بطاطس، قاليه في حلويات، بانيه، اي حاجه. المهم ان انت بتركنيه عشان ما تستعملوش تاني، وهنعمله بقى صابون. هو سهل جدا. هنا عندنا ده 3 لتر زي ده كده، ده الرابع. تمام. انا هما زي 4 لتر وشويه صغيرين، خلاص. فانا عشان كده زودت شويه البطاطس. دلوقتي عندنا اللتر بياخد 125 جرام بطاطس. هنا عندنا شايفين 513 اهم. دول ال 13 دول انا حطاهم علشان قلت لكم الربع الايه الزياده اهو. وزنتهم تمام. تفضيهم بقى هنا. على فكرة دول بحوالي 10 جنيه، 8 جنيه، مش 10 جنيه كمان. خلاص. هنحط عليهم مية عشان يسيحوا. حطينا عليهم مية، شايفين مية مش كتير، يعني ايه، مجرد ما تغطيهم. خلاص. ده بقى عندنا هنا كمان دي صابونة، اي صابونة عندك. دي صابونة صنلايت الصابون، استنى نبعد شويه. صابونه صنلايت، الصابون البراوي اللي عندك، اي حاجه، اي صابونه عندك تكون بريحه، يعني علشان بس تغير ريحه الزيت. هنحطها. عايزه تبشريها وتحطيها على طول عادي، انا بحب ادوبها كده عشان ايه، تدوب بسرعه يعني. ده المضرب ده انا بستعمله دايما للصابون، ما بستعملوش غير للصابون بس نضرب كده مع بعضه اهو. شايفين اللون بيتغير ازاي؟ على فكرة ده بيقعد عندك، اللتر بيقعد عندك زي 3 اشهر صابون تستعمليه. وبعد ما يتعمل هوريكم الالمونيا وهي بتدعك بتبقى عامله ازاي، ما بياخدش منك وقت ومش مجهود كبير يعني. تمام. ادي اهو. هشوف البطاطس. ادي البطاطس اهو، شايفين؟ جبته لكم هنا عشان تشوفوه. بدوبه بس لازم يدوب، بس بعيديه عن وشك عشان الابخره اللي بتطلع منه. انا دوبته. ما تستعمليش المعلقه دي اللي هي لمعلقه الصابون، ما تستعملهاش لاي حاجه تانية. يعني الحاجه اللي بتستعمليها للصابون ما تستعملهاش لاي حاجه تانية. خلاص كده تمام. هبتدي احطه فوق الايه الزيت بالراحه، واوعي ايدك تيجي ناحيته طبعا. كده خلاص. تفضلي تقلبي فيه شويه وبعدين اركنيه بقى تحت الحوض عندك. تروحي وتيجي تقلبي فيه، تروحي وتيجي تقلبي فيه، وبعد ما هيتقل هوريهولكوا هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ هو تقل وانا فضيته اهو من الجردل. شايفين الجردل فاضي اهو، شايفين اهو. حطيته هنا. ده صاج عندي، حطيت فيه كيس علشان طبعا ما يبوظوش الصابون. وبتحطيه وتسيبيه بقى ينشف، تسيبيه في مكان هوا جامد ينشف. لو انت عشان يقعد عندك مده طويله، يعني ما يبقاش بقى انت مش عارفه تشيليه فين. على فكره انا بستعمل الباقي، هوريكم الباقي ده. بصوا اهو الباقي اهو. ده الجردل بتاعي اللي انا بحط فيه الصابون ده. شايفين؟ انا حطيت عليه ميه اصلا بعد ما تقل، حطيت عليه ميه عشان انا بحب استعمله سايب اهو. شايفينه؟ بصوا بس بكره باذن الله اوريكم ازاي هدعك الحله. تكون عندي حله يعني عايزه تندعك وكده، هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. اشوفكم بقى لما ده ينشف ونقطعه مع بعض واوريكم شكله عامل ازاي. نشف، شايفينه؟ ناشف اهو. تمام. هنقطعه. تقطعيه بقى بالطريقه اللي انت عايزاها، الحجم اللي انت عايزاه.
انا بقطعه صغير يعني مش شرط كبير. جامد جدا. بصوا انا هطلع لكم واحده. شايفين جامد والله، ناشف ايه. ناشف. شايفين عامل ازاي كمان اهو. اوريكم بقى، انا ما عنديش حله مش نظيفه بصراحه، انا ما بسكتش ونسيت اصلا ان انا اعمل حله، بس عندي حله في الحوض، كسرولة في الحوض. بصوا لونها مش حلو يعني، ما يعجبنيش ده. هوريكم بقى ازاي بندعكها. هناخد الحته دي، شايفين صغننه اهي، نخليها في الميه سلكه. طبعا انا مش بقول لكم هو سحري، لكن بتدعكيها بس هي بتنضفها. شايفه الرغوه، شايفين؟ شايفين الرغوه؟ تدعكيها بس مش زي زمان. زمان كنا ندعكها ونرجع نشطفها ونرجع ندعكها. انا مش فاصله الفيديو عشان تشوفوا ان هو اهو الصابون. بصوا بالرغوه. انا عارفه ان كتير عملوها، بس انا حبيت يعني تبقى على قناتي وكده اهي. شايفين؟ ايه رايكم؟ قمر. بصوا دي، شوفوا دي مطوسه ازاي، بصوا دي اهو، ما خدتش حتى حته تانية ولا حاجه. بنفسها اللي في السلكه. الموضوع كله مش بياخد منك ثواني، بس ولا نقول الالمونيا بتدوخنا ولا اي حاجه. الالمونيا اهي سهله ان انت تغسليها. على فكره انا بحب الطبيخ في الالمونيا اصلا. بصوا اسمعوا، شايفين بتزيق ازاي اهم. ايه رايكم؟ لو اول مره تخشوا قناتي اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير، واهلا وسهلا بيكم. مع الف سلامه.